سيدنا موسى في يوم من الأيام كان بيخطب خطبة في بني إسرائيل. فقام واحد من الناس وسأله: يا موسى، هو في حد أعلم منك على وجه الأرض؟ سيدنا موسى ما كانش يعرف سيدنا الخضر، وعشان كده جاوب على السؤال وقال له: لأ، مفيش. ربنا عاتب سيدنا موسى وقال له: يا موسى، في عندي عبد موجود وهو أعلم منك. فطلب سيدنا موسى إنه يشوفه عشان يتعلم منه. ربنا قال لسيدنا موسى: العبد ده مش عايش في أرضك، هو عايش في مجمع البحرين. سيدنا موسى طلب من ربنا علامة عشان يقدر يوصل بيها للطريق الصح. ربنا قال له: يا موسى، خد معاك سمكة، والسمكة دي لما تتوه يبقى دي علامة على إنك وصلت للمكان الصح. سيدنا موسى خد معاه غلام وبدأ رحلته. راح عشان يشوف مين العبد ده ويتعلم منه، وبرغم إنه نبي ومقامه كبير، بس ده ما منعوش إنه يتعلم من غيره. فضل سيدنا موسى يمشي ويمشي لغاية لما وصل عند صخرة كبيرة، وبعدها نام شوية. وهنا السمكة اتحركت من مكانها ونطت في المية. غلام سيدنا موسى كان خايف ومستغرب، لكنه مرضيش يصحي سيدنا موسى. بعدها صحي سيدنا موسى وكملوا رحلتهم، والغلام نسي خالص يحكي حكاية السمكة لسيدنا موسى، لغاية لما سيدنا موسى طلب منه يخرج لهم الأكل عشان يتغدوا. وهنا الغلام افتكر السمكة وحكى لسيدنا موسى عنها. سيدنا موسى عليه السلام عرف إن دي علامة من ربنا، ورجع هو والغلام مكان الصخرة من تاني. لكنه كان مستغرب جدا، لأنه لما رجع المكان ده كان متغير، وشاف سيدنا موسى زرع ما كانش موجود قبل كده. سيدنا الخضر لما كان يعدي في مكان، المكان يتملي بالزرع، وعشان كده كان اسمه الخضر. فلما سيدنا موسى بص من بعيد شاف واحد نايم على الأرض، فراح وسلم عليه. وبعدها سيدنا الخضر قال له: أنت موسى اللي جاي من بني إسرائيل؟ سيدنا موسى استغرب وقال له: أيوة، بس أنت عرفت منين؟ زي ما ربنا بعت سيدنا موسى للخضر عشان يتعلم منه، كمان سخر أقدار وسخر سيدنا الخضر عشان يستنى سيدنا موسى وياخده معاه في رحلته ويعلمه. سيدنا موسى طلب من الخضر إنه يتعلم منه. سيدنا الخضر قال له: بس أنت يا موسى مش هتقدر تصبر، أنت بشر والبشر صبرهم قليل، وبيحكموا على الحاجة من بره قبل ما يعرفوها كويس. سيدنا موسى قال له: أنا هروح معاك وهصبر. سيدنا الخضر اشترط على سيدنا موسى وقال له: لو جيت معايا ما تتكلمش وما تسألش عن أي حاجة، تتعلم وبس من اللي هتشوفه. وهنا سيدنا موسى وافق وطلب من غلامه إنه يرجع هو. بدأت رحلة موسى والخضر بركوب السفينة. الناس على السفينة عرفت الخضر وعرفوا إنه راجل صالح، وعشان كده ركبوه معاهم من غير ما يدفعوه فلوس. بعدها سيدنا الخضر جاب فاس وقعد يضرب في السفينة. سيدنا موسى استغرب وقال له: أنت بتعمل إيه؟ هو ده جزات الناس إنهم أكرمونا عايز تغرقهم؟ سيدنا الخضر رد عليه وقال له: أنا قلت لك يا موسى أنت عمرك ما هتعرف تصبر على حاجة أنت مش عارفها. سيدنا موسى افتكر إنه وعد الخضر إنه مش هيسأل على حاجة، فقال له: خلاص اعذرني وسامحني، أنا نسيت، بس وعد مش هسأل تاني. بعدها نزلوا من السفينة، وشاف سيدنا الخضر ولاد بيلعبوا، وراح مسك واحد منهم وقتله. سيدنا موسى اتعصب وقال له: أنت إزاي بتقتل طفل بريء من غير ذنب؟ سيدنا الخضر فكره بوعده وقال له: يا موسى، أنا قلت لك أنت مش هتعرف تصبر. فسيدنا موسى قال له: خلاص، دي آخر مرة هسألك، لو سألتك عن حاجة تاني فارقني وما تخلينيش أكمل معاك الرحلة. مشيوا الاتنين ووصلوا القرية، كان كل أهلها وحشين. الخضر وموسى كانوا جعانين، وكل ما يخبطوا على باب أهل القرية ما يرضوش يفتحوا لهم. سيدنا الخضر لمح حيطة هتبدأ تقع، فطلب من سيدنا موسى يساعده وراحوا يبنوا الحيطة دي. بعدها سيدنا موسى قال له: بما إنك بنيت الحيطة دي يبقى نطلب من أهل القرية فلوس أو أكل مقابل اللي عملناه. سيدنا الخضر قال له: بس لغاية هنا، هذا فراق بيني وبينك. أنا دلوقتي هقولك على شرح كل حاجة أنت ما قدرتش تصبر عليها. القدر يا موسى 3 أنواع. الأول شر بتشوفه وبتحسبه شر، لكن مع الوقت ربنا بيكشفه ليك وبتعرف إن ربنا نجاك، والشر ده في أصله خير كبير ليك. وده اللي حصل مع أصحاب السفينة اللي كانوا زعلانين إني بوظت لهم سفينتهم، وما يعرفوش إن ربنا حماهم من الملك الظالم وحفظ لهم سفينتهم من إنه ياخدها منهم. والنوع التاني من الشر، انت بتشوفه وبتحسبه انه شر بس هو خير كبير ليك، لكن انت مش بتشوفه وبتفضل طول عمرك مش شايفه، وتعيش عمرك كله تفتكره شر. وده اللي حصل مع الغلام اللي قتلته. هتفضل طول عمرها زعلانة على ابنها وفاكرة ان اللي حصل ده عقاب من ربنا، بس اللي حصل ان ربنا نجاها، لان لو الغلام ده كان كبر كان هيبقى كافر وهيأذى ابوه وامه. ربنا حب يعوضهم بولد صالح كريم بدل اللي مات. والنوع التالت هو شر ربنا يبعده عنك من غير ما تحس، لطف ربنا بيجري من حواليك من غير ما تعرف. وده اللي حصل مع الجدار وأصحابه.
اللي ما كانوش عارفين بوجود الكنز، وما كانوش عارفين إن ربنا سخر ليهم ناس تبني الجدار وتحمي الكنز. ده تفسير ما لم تستطع عليه صبرا. ده تفسير القدر يا موسى اللي انت ما قدرتش تصبر عليه. ده تفسير ربنا العالم اللي أعلم مني ومنك، واللي مهما بلغنا عمرنا ما هنقدر نيجي ذرة في علمه. ده تفسير ما لم تستطع عليه صبرا.